البوتوكس ايه هو بالظبط يا دكتور؟ البوتوكس حضرتك ده بوتيلاينم توكسين تايب ايه، ده دواء. خلينا نقول نصنفه ضمن الادويه. وده كان في الاصل دواء بيستخدمه المريض مش اسلوب علاج. هو البوتيلاينم توكسين يعني استخدمناه اساسا علشان نشيل بيه التجاعيد الموجوده في بعض المناطق في الوجه. بعد كده بدأ يظهر له استخدامات اخرى طبيه طبعا. زي ايه يا دكتوره؟ زي علاج للصداع. النصفي على وجه التحديد. النصفي على وجه التحديد بيتحقن في مناطق معينه، دكاتره الاعصاب بيحقنوه. زي علاج للتعرق. في ناس دي مشكله قويه جدا، في ناس بتعرق كتير طبعا، ودي رجاله وسيدات على فكره. ده بيبقى يعني انا اذكر في حاله من الحالات كان الراجل داخل يشتكي يقول مش عارف، انا كنت سبب في انفصالي عن زوجتي، ايدي بتعرق بشكل غير طبيعي، مش عارف امضي الشيكات، عنده شركه مش عارف يمضي الشيكات كلها بتسيح تحت ايده، على طول ايده مش مريحاه تحت الابط، على طول قاعد الولد حتى لو ولد مش كبير قاعد في الكلاس شكله مضايقه في وسط زمايله. البوتوكس ساحر في الحاجات ديت. طب نعرف عمله ايه؟ اولا ايه هي مادته عشان نبقى عارفين؟ هو البوتيلاينم توكسين تايب ايه. يقال ان مادته فيها سميه شديده، والملي الواحد ممكن يموت 1000 راجل مثلا. يا جماعه بس خلينا نتكلم يعني عشان احنا بنسمع الكلام ده، لكن عاوزين نقوله بشكل عام. بص حضرتك، هو مش ماده، هو مش عشان اسمه بوتيلاينم توكسين اصبح هو سام. هو التركيب ده خلقه ربنا على فكره، ده مخلوق ربنا خلقه اسمه كده بوتيلاينم توكسين. له طيبين يا دكتوره. بنجيبه من الجسم. هو مخلوق بيتحضر حضرتك في صوره بودره او بيبقى قرص كده في الفايل. بعد كده احنا لما بنحله بالميه بملح بنحقنه في الاماكن الخاصه بتاعته. انا بس عايزه اوضح كلمه ان هو توكسين دي. كل وظيفة البوتوكس يا جماعة مش مسألة يعمل شلل ولا حاجة، هو بيجي بيقعد على الريسبتورز. احنا عندنا عضلة وعندنا عصب، العصب ده خارج منه زي شعيرات كده صغيرة بتبعت اشارات لسطح العضلة. سطح العضلة موجود عليه مستقبلات اللي هي الريسبتورز. تمام. لما بيدخل يتحقن البوتوكس في المكان المظبوط بتاعه، هي الفكرة فيه بس انه يتحقن في مكانه المظبوط. انا حقنته صح، دخل قعد فوق المستقبله، كل وظيفته ما بيعرفش حاجه تانية، ما يعملش حاجه تانية يا جماعه، لا سم ولا شلل ولا كده، هو بيقف فوق المستقبله فبيمنع الاشاره انها توصل من العصب للعضله، فبالتالي بيحافظ على العضله ما تنقبضش، حتى لو وصلت لها الاشاره ما تنقبضش لغايه لما بينتهي عمره. تمام. او مثلا انا اكون من الناس اللي بتكشر كتير، مدرسه مثلا، مهنتي محامي، الحاجات دي بتخلي طبعا الانقباضات بتظهر بشكل اسرع شويه. البوتوكس وادائه، حضرتك اتكلمتي عن انه بيعمل عمليه تقريبا شلل جزئي مش شلل، هو بيمنع الاشاره، العصب شغال. العصب او لا يعني العصب شغال. العصب شغال والعضله شغاله، والدليل على كده انه بمجرد ما بيروح مفعوله بنرجع نكشر تاني والكسر بتظهر تاني يا جماعه عادي. الفكره انه انا بريح العضله، بخليها دايما مفروده منبسطه. ليه؟ عشان الاشاره مش واصله لها، هي مش فاهمه. كاني بخدرها شويه، كاني كاني بخدرها، بمنع ولا انا اصلا ما بلعبش على العضله خالص. انا بشتغل على الريسبتورز كانها كراسي كده، بيروح البوتوكس يقعد فوقيها. الاشاره تحاول توصل للعضله ما بتوصلش، ادي كل الحكايه. فالعضله منبسطه مش واصل لها اشاره، فمش هيبقى فيها مشاكل. كتره الاشارات ديت على البوتوكس هتروح مقوماه وقاعده مكانه، فهتبتدي تاني العضله تنقبض ويبتدي تاني يبدا يروح مفعول البوتوكس تدريجي. وان كان طبعا راحه العضله في الكام شهر دول ده بيبقى ممتاز طبعا ليها، كانه علاج طبيعي بالظبط. اولا ده بيريح الشكل، ما بيخليش السن يتقدم بينا بسرعه. احنا دايما البوتوكس بالتحديد يا جماعه بقول انه ملوش لا غنى عنه، لازم كلنا هنعمله. والبوتوكس كل ما عملناه واحنا صغيرين كل ما نحتاجوش واحنا كبار. احنا محتاجينه فين؟ في الجانب الخاص بالتكشيره. افضل مكان للبوتوكس هو الابر ثيرد اوف ذا فيس، الجزء الثلث العلوي من الوجه. ده افضل مكان. الجبهه وبميل العينين، الحاجبين والحاجب والجبهه دي تحت العين، جنب العين. يعني لا، انا ما بفضلش يتحقن تحت العين، ده اوف ذا بوك. حالات نادره قوي لو هيتحط لها شكه تحت العين وفي مكان معين، ولا يعني لازم بعد خبره شديده، وبرضه ما افضلهاش.